السلام عليكم أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في قناة جولة وسياحة. فيديو جديد وموضوع جديد عن صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، دعما لمجهودنا المرجو الضغط على زر الإعجاب. أعلنت شركة غوانزو تينسي التي تعد إحدى أكبر الشركات الصينية المصنعة لمواد بطاريات السيارات الكهربائية عن افتتاح مصنع في المغرب يجب استخدام إنتاج هذه الوحدة لتزويد السوق الأوروبية. وبدأ النظام البيئي لبطاريات السيارات الكهربائية في التبلور في المغرب. تخطط المجموعة الصينية غوانزو تينشي ماتيريالز تكنولوجي، وهي واحدة من أكبر منتجي الإلكتروليتات والكيماويات المنحل بالكهرباء لبطاريات الليثيوم، لافتتاح مصنع في المملكة. في الوقت نفسه تخطط الأخيرة لفتح وحدة أخرى، هذه المرة في الولايات المتحدة في ولاية تكساس، لتزويد أسواق أمريكا الشمالية. يجب أن يبدأ تشغيل مصنع الإلكتروليت لبطاريات الليثيوم بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2,000,000 طن في غضون 30 شهراً. في سوق مواد البطاريات الكهربائية المزدهر، تشهد شركة غوانزو تينشي ماتيريالز تكنولوجي نمواً هائلاً، حيث حققت 3.1 مليار دولار في الإيرادات في عام 2022، أي أكثر من ضعف الدخل المالي لعام 2021 لصافي دخلها الذي زاد بنحو 160% إلى ما يقرب من 790 مليون دولار في 2022. ليست شركة غوانزو تينشي ماتيريالز تكنولوجي المجموعة الأولى الصينية التي تستثمر في تصنيع مواد البطاريات للسيارات الكهربائية في المغرب. في أبريل الماضي وقع مواطنه مجموعة ياهوا الصناعية اتفاقية مع شركة LG Energy Solution الكورية LGES، الشركة الثانية في العالم في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم في وحدة مغربية. سيمكن هذا المشروع المشترك LGES من تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها لهذه المواد، ولا سيما لخدمة سوق الولايات المتحدة، وهي دولة مرتبطة باتفاقية تجارة حرة مع المغرب. شكراً على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.